تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو للفنان المغربي حاتم عمور وهو يتحدث عن الموسيقار نعمان الحلو أثناء حلوله ضيفا ببرنامج عالم شهرزاد. وتحدث الفنان حاتم عمور عن تصريحات نعمان الحلو بشأن الجيل الجديد الذي ابتعد عن الأغاني المغربية الأصيلة على حد تعبيره. وأوضح حاتم عمور في حديثه أن نعمان الحلو الذي ينتقد الأغنية الشبابية عمد طيلة مشواره على استنساخ أغانيه من الموسيقى الشرقية. وأثارت تصريحات الفنان المغربي حاتم عمور إعجاب رواد منصة التواصل الاجتماعي، وكتب عدد من المعلقين: عجبني في فدك نعمان الحلو عنده الصح فيه كثرة الانتقاد. دابا انا وياك هكا باش يغنيو هما ضربتك مقامات مغربيه بهويه مغربيه ما كايناش، لا توجد. علاش قلت لك انا رضواني؟ انا سمعت نقول الله هذا مغربي، جو سونك شميت شي حاجه مغربيه. الاخرين زوينين. سعد المجرد ما كتشمش في ريحه مغربي؟ سعد المجرد لا ما تنشمش فيه حتى. عن ان الجيل الجديد بعيد عن الاغنيه المغربيه، وزعما بالعكس كنقول شمن جيل كتقصد، لان مع احترامي للاستاذ نعمان الحلو الاغاني ديالو اللي هما الان باقيين محفوظين. بلادي يا زينة البلدان، يعني بلادي يا زينة البلدان يا على حد يشوف هي قول لي ولا تخبيش يا حبيبي انت رايح فين. هذه جملة شرقية جابها أستاذ نعمان من الشرق، وما كنقولش جابها زعما ولكن مستنسخة من هذا الجو الشرقي اللي هي الإيقاعات البلدية والمأسوم المصري. وكاينة أغنية أخرى ديال الأستاذ نعمان الحلو اللي هي أمان عليك يا مركب وصلني يا زيديني عشقا زيديني داني نوبات نوني حميني. هذه أغنية ديال مستنسخة من مثلا أغنية كاظم الساهر. فإلا كتهضر على التمغربيت خصنا نهضروا وحنا عندنا يعني باجاج مغربي 100% ماشي شرقي. فكنعتذر الا قلت على الاستاذ نعمان على هاد جوج اغاني، ومازال كاينين اغاني اخرين مستنسخين من الشرق. يعني يشوف هذا الجيل على انه عطى الشيء الكثير، لانه كيدافع على الاغنيه المغربيه اكثر منك.